اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل لي في القناة جوا مصر وبره مصر، وكل سنة وانتم طيبين واولادكم طيبة واسرتكم طيبين يا رب، واجعلوا رمضان خير عليكم وعلى اسرتكم، واجعلوا عيد سعيد عليكم وعلى اسرتكم يا رب. ويلا بينا نشوف ست الحبايب كده عامله ايه النهارده يا حبايبي. انا يا حبايبي النهارده انا عامله الحلبه المزرعه. شوف الحلبه المزرعه، ادخلوا على قناه ست الحبايب وانت تشوف الحلبه المزرعه. بصي بصي جميله ازاي. بصي انا هوريها. بصي يا حبيبتي اهي، شوف الزراعه اهي وهي اهي. شوف الحلبه جميله ولذيذه اهي زي ما انا موريها لك، جميله ازاي ومعبياها في الطبق اهو. زي ما ادخلي جوه الفيديو وانت تشوفي انا عملت الحلبه المزرعه ازاي على الجمال بتاعها وشكلها يتكلم عنها. شوفي الجمال والحلاوه. بصي يا حبيبتي، مزرعه، الحلبه المزرعه صحيه وجميله. وخلي بالكم من مطبخ ست الحبايب يا حبايب. وبصي كده على الحلبه يا حبيبتي، حلبه جميله. شوفي المزرعه ازاي، بصي بصي شوفي الزراعه هي يا حبيبتي. شوفي مزرعه ازاي الحلبه، انا بوريها لك. وشوفي ديت انا مفضيه بلاستيكه منها، هجربها من الكاميرا. شوفي ماسكه ازاي في بعضها زي مش مفرفطه، حتى ماسكه ببعضها زي جميله ولذيذه. دي اسمها الحلبه المزرعه. شويه حلبه كده اهو، يعني توم دي ما كملش، قولي تومني كده نص الربع. شوفي عمل حلبه ازاي مزرعه وجميله ولذيذه وشكلها يتكلم عنها. بص يا حبايبي، اللي عاوز يعمل حلبة مزرعة، واللي عاوز يدخل يشوف الترمس، واللي عاوز يدخل يشوف أي حاجة، يدخل في قناة ست الحبايب وهو هيلاقي كل اللي يطلبه، كل اللي يطلبه. والحلبة المزرعة ديت بتاعت حماتي، ربنا يرحمها ويرجتها في الجنة، هي اللي معلمها لي. ادعوا لها بالرحمة الحاجة بسيمة، يرحمها ويرجتها في الجنة وفي الفردوس الأعلى يا رب، هي وأمة محمد أجمعين. ويلا بينا نشوف الطريقة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل في القناة جوا مصر وبره مصر. ويلا بينا يا حبايبي نشوفوا عاوزين نعملوا الحلبة المزرعة من ايد ست الحبايب. يلا بينا نشوفوا هنعملوها ازاي ووصفتها ازاي النهاردة. بصي يا حبيبتي، انا جايبة الحلبة لابد اشوفي. بص كده انا بوريها لك، انا منقياها بالوحدايه، لابد تنقضيها عشان طوبي الزلطه. شايفه لول ازاي جميله اهي. اهي الحلبة جميله ازاي، انا قاعده انقضاها بالحبايه. ما بتغسلي وعيكي تغسليها وتنشريها وتقولي ده انا هزرعها، لا ما ينفعش. انا بنضفها، وبعد ما نضفتها وزي ما انتوا شايفين كده مسكتها غسلتها ونجحتها في ميه للصبح اهي. بعد ما غسلتها وصفيتها واحنا كنا بالليل ونجحتها في ميه. شوفي بقى الحبه بتاعتها ضعفت ازاي اهي. بصي يا حبيبتي، بصي دي الحلبه المزرعه جميله ازاي. عشان هعمل معاكم الحلبه المزرعه وتدخلوا على قناه ست الحبايب، كل الوصفات هتلاقيه في القناه. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي يا حبيبتي. اهي هنمسك طبق اهي يا حبايبي. انا معايا طبق زي ما بوريك كده، وعامله اعراض صغيره كده وحلوه وجميله اهو. وبمسك بقى ديت انا مصفياها، بنزلها كده على الايه، على القماشه البيضه الحلوه دي. عامله قماشه لكل حاجه، عامله لها قماشه اهي. لابد نحطها في القماشه كده واربطها اهي يا حبايبي. بعد ما مسكتها انا عامله على عرض للتمر هندي، عمر اي حاجه، عصاير، كل حاجه عامله لها عرض لوحدها. زي ماسكه عرض كبير ومقطعاه. ودي الحلبه بقى بعد ما حطيتها
نجحتيها من بالليل للصبح، وجيت نصرها معاكم اهي، شوفوا، وشطفها شطفة حلوة وصرتها معاكم اهي زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى يوم يومين لغاية ما تزرع، وهرجع لكم يا حبايبي. ورجعت لكم يا حبايبي بعد انا ما فكتش الحلبة من ساعة ما ربطتها معاكم. بصي زرعت ازاي في القماشة، وجبت الحتت بتوع الصغيرين دولت، ما كان كريم كراميل. طب انا عاوزة نفتحهم. بصي اهو، انا منسخن ديت على النار. بس برد انا مسخنه ديت ومخرماهم كلها كده عشان لما نشطفهم معاكم ينزلوا الميه. يلا بينا بقى نشوف الحلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الحلبة وعلى جمالها اهي، من ساعة ما ربطتها معاكم اهي، جميلة جميلة ولذيذة. عاوزة نعبيها بقى معاكم في دي كده، هنعبيها عشان يبقوا علب كده صغيرة وجميلة. شوف الحلبة جميلة ازاي، ماشية على خطوات ست الحبايب، وانت هتشوفيه، هتشوف الحلبة تلاقيها جميلة. انا بعبي كده، هخلص عبوة وارجع لكم. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما عبيت الحلبة. شوف الحلبة جميلة ازاي، وعبيتها وفتحت لها الخرام ديت علشان لما نشطفها. بص كده، بص اهو، هنشطفها تحت الحنفية كل يوم بصي، وهنحط كل واحدة في كوباية زي دي، في كوباية زي دي كده، وهنمسك القماشي اللي انا كنت سراها به ونحطوهم ونغطيهم كلك. وحطيت برضو هنا، بص كده، شوفي زرعت ازاي، مشي ورا خطواتي وانت هتاكلي حلبة مزرعة جميلة. مفيش حد في القانة عملها ولا زرعها زي ست الحبايب. وعبل ما يوم ولا حاجة هوريها لكم برضو يا حبايبي. بص الحلبة جميلة ازاي، حطها على كوباية، كل واحدة هنحطها عشان انا مخرماها من تحت. يوم ولا حاجة هنوريها لكم برضو، وانا بشطفها تحت المية، لابد كل يوم نشطفها، بس نحطها على كوباية كده عشان تصفي. وخلي بالكم وصلتوا لغاية كده، خلي بالكم من اللايك، ما تنساهوش يا حبايبي، ما تنسوش اللايك يا حبايبي. وصلتوا لغاية كده ما تنسوش اللايك وتشتركوا. شوف الحلبة جميلة ولذيذة من ايد ست الحبايب يا حبايب. ورجعت لكم يا حبايبي بعد الحلبة ما زرعت، انا معاكم خطوة خطوة في الحلبة، وشوف الجمال والحلاوة وانا معبيها معاكم زي ما قلت لكم. بعد ما عبيتها حطيتها في كوبايات كده عشان انا مخرماها من تحت عشان تشوف شوفي جميلة ازاي. حطها كده، وكنت مغطياها بعرض ابيض كده، كنت مغطياها بالعرض. كل شويه برضو ابل العرض ليه. شوفي جميله ازاي. بصي على الحلبه يا حبيبتي، بصي الحلبه خيشه وجميله ازاي، حته واحده جميله ولذيذه. دي الحلبه بتاعت العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبه. بصي يا حبيبتي الحلبه جميله ولذيذه. ادخلي على مطبخ ست الحباب عشان تعملي اجمل حلبه زيها كده. بصي يا حبيبتي، شوفي شكلها يتكلم عنها. بصي على الشكل كده، على شكل الحلبة جميل. انا عاملاها في علب صغيرة. بصي الجمال والحلاوة. بصي يا حبيبتي الزراعة طالعة من تحت مكان ما انا مخرماها برضو بالشوكة وهي سخنة زي ما انا مورياكي في الفيديو اهو يا حبيبتي. وصلت لغاية كده، اوعي تنسي اللايك يا حبيبتي، واشتركيلي وفعلي لي زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي.